السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى هنعمل معاكم كده المكرونة بالبشاميل. طبعا معايا كيلو مكرونة بشاميل اللي هي العلة ديت كده، ومعايا هنا لحمة مفرومة، ومعايا بصلة، ومعايا لبن، ومعايا دقيق. الدقيق اهوت هناخد بالمعلقة علشان هنعمله على البارد، عشان مش عايزة نزود دهون كتير. وبعد كده هنبقى نديله سنه كده ايه من السمنه صغيره. انما لو حطيته كده وحمرت الاول في البشاميل مش هينفع. ليه بقى؟ هياخد معايا كميه سمنه كتير، واحنا عايزين حاجات خفيفه كده علشان معدتنا. طبعا هنا بقى ايه معايا البصله انا قطعها اهي. هنبدا بقى نحط على النار البصله تفك مع اللحمه المفرومه ونعصقها كويس. طبعا بقى معايا حله على النار كده، هنحط فيها شويه ملح صغيرين كده اهوت علشان تغلي معايا الميه، تساعد على الغليان، والمكرونه بتاعتي لما تتسلق فيها تتطعم. ماشي. وهنا بقى هنحط بقى كده ايه معلقه صغيره سمنه، معلقه كده صغيره من السمنه. طب انا حطيت حته السمنه الصغيره ديت عشان اللحمه ديت حمرا خالص ما فيهاش اي دهون. ماشي. هنبدا بقى ايه، وعلشان ما تلزقش معايا كده وتلمع وتتعصب مع البصلة، هنحط بقى اول ما تبدأ تفك معايا. طبعا بقى انا قلت نوطي كده عليها تتعصب كده على مهلها، ولسه ما حطيناش اي حاجة. ومعايا المية بتغلي. هننزل بقى بالمعالق كده من الدقيق في اللبن، في مقدار اللبن، علشان نعمل البشاميل. كل حاجة كده يا جماعة بترتيب. اول حاجة بنعلق على المية السخنة، وبنعلق على الايه اللهم صل على سيدنا محمد العصاج اللحمه المفرومه. ونبدا بقى واحده واحده كده نخلط كل ده مع بعضه على البارد، الدقيق مع اللبن بالمضرب كده. وشكرا يا جماعه لكل المشتركين اللي بتزيد عندي، ربنا يبارككم يا رب، يبارك لكم يا رب كده، دمتم نعمه في حياتي. والله بجد انا بقول الكلمه دي من قلبي فعلا. انا بنحس ان انا وانا شغاله معاكم في القناه اللي انا عايزه اتعلم حاجات لو ما بعرفهاش، علشان اكون عند حسن ظنكم، وكل الطلبات اللي بتطلبوها مني ربنا يوفاني يا رب كده، ويجعلكم كده عونا ليا. ربنا طبعا ثم انتوا كده عونا ليا. بصوا انا عايزه بشاميل حلو، مش عايزاه. بصوا انا حطيت لبن كتير، يعني كل ده لبن. لو عايزين مثلا، لو هو عايزين تخففوا مثلا بميه، ماشي يا جماعه، مفيش مشاكل. انا قلت بقى ايه مكرونه بشاميل كده حاجه نواشف كده هنعملها لهم. بس كده هنحاول ان انا ايه هو خفيف كده. هنديله بقى ايه سنه كده من البهارات صغيره، وسنه كده من الفلفل برضو، كل ده على البارد، ونطره صغيره من الملح. بس كده هنطعم بس معانا البشاميل نطره صغيره كده، حاجه بسيطه كده يعني ايه تديله تمليحه. واحنا حاطين برضو في الميه مع المكرونه. هنركن ده بقى على جنب كده. اللحمه بقى المفرومه رجعنا للعصاج. بصوا بدات اللحمه بقى تفك معايا مع البصله. ولو انتوا يا جماعه هي كده هتعمل معاكم على طول، بس انا علشان هي كانت متجمده فلازم ان انا ايه واحده واحده. طبعا نص بصل ونص لحمه مفرومه، انا عاملاهم الاتنين قد بعض بالظبط. في فكت معايا هي، تبصوا بتبدا اللي هي تتعصج معايا، وهنتن عليها كده على الهادي. في المرحله ديت بقى هنديها سنه فلفل. هي بتنزل معايا بس يعني ايه ما بتنزلش كتير يعني عشان ما يتكبش مني. وهنحط بهارات، وفي ناس بتحط سنه قرفه، وهنحط شويه ملح علشان تفرفر معايا اللحمه المفرومه. وما شاء الله زي ما انتوا شايفين، بس بالشمين الريحه الخطيره اللي طلع عليا في المرحله ديت. ادي بقى ايه
الميه المغليه هي بدات تغلي معايا. هننزل بقى بالمكرونه. وادي اللحمه المفرومه، هنديها بقى معلقه كده من الصلصه علشان تحمر معايا ويبقى لها لون كده وطعم رهيب. بصوا معلقه كده صغيره من الصلصه دي هتديها لون يا جماعه وطعم ما شاء الله. بصراحه مش متخيلين الريحه طالعه عليا عامله ازاي. هو بس مش هنكتر في البهارات، حاجات بسيطه البهارات بتاعتنا. نوطي عليها خالص بقى كده علشان تطيب على مهلها والبصله تطيب معايا. انا حطاها في صينيه كده ايه ما بتلزقش ولا تيفال كده ما بيلزقش فيها، اللي انا كنت متجوزه دي بيها ديت الحاجات الاصيله بتاعت زمان محافظه عليها. طلعتها للقناه ما تغلاش عليكم حبايبي، تليق بيكم كده. هنبدا بقى غلت معايا اهيت، هنبدا نسقط بقى المكرونه واحده واحده زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبها تغلي. هنخليها تطيب يعني، لان احنا عايزينها تبقى طيبه علشان لسه دي مش هتتعمل في طماطم. اللي بتتعمل في طماطم يا جماعه وبتتعمل في برامات في الفرن هي اللي بتبقى نص طياب، لانها بتطيب كمان ومش عايزينها تعجن معايا. زي ما انتوا شايفين كده نقلت العصاج على الهادي جوه، وادي هنا بتغلي معايا المكرونه. هنوطي بس عليها واحده واحده بقى كده على النار علشان نخلي بالنا من قوام البشاميل. وادي العصاج معايا، انا بنحبه يكون طايب والبصله طايبه، بيدي طعم كويس قوي. معلش بقى يا جماعه الحامل عندي هنا بتاع البوتاجاز في الحته ديت في سنه كده مكسوره، فالصينيه بتميل مني، بس انا مخليه بالي يعني لانها بترمي على جوه. هي كانت بتاعت العين ديت اللي بره الحته ديت بالظبط، بس انا حولتها على الناحيه التانية عكس علشان ترمي على جوه. يلا ما نخشوش في تفاصيل زي ديت. عايزين بقى ايه واحده واحده بقى ايه هنقلب البشاميل. التقليب ده يا جماعه اهم حاجه، مش متخيلين الريحه. بصوا القشطه بقى بتاعت اللبن اللي في الجوانب دي بننزلها علشان تدي معايا طعم. وهنجيب معلقه برضو هنقلب المكرونه، ننزل الحبه اللي هم ورا دول. احنا مش هنقلب، احنا في حبه عاليين كده هنبدا اللي انا ننزلهم علشان كلها تبقى ايه مع بعضيها. في حاجه بقى هنا انا بنحطها في المرحله دي بعد الغليان ده، بنحط شويه زيت علشان ده بيساعد ان هي ما تلزقش كمان وتفرفر كده معايا. بصوا المكرونه بس هو يا دوبك بس تقليبه بسيطه كده وبنكمل سواها على النار. نرجع بقى للبشاميل ما نسيبهوش خالص، تقليب بقى مستمر. بيبدأ بصوا يتقل سنة كده معايا. حاطين فلفلنا وحاطين بهاراتنا وحاطين شوية الملح بتوعنا. خلاص مش عايزين ايه البنات الصغيرين اللي بتطبخ تنسى اي حاجة، وواحدة واحدة مش عايزين نهدر حاجة علشان بجد بجد الدنيا غلا الحمد لله. عايزين حاجتنا كده يكون فيها بركة. بنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بقى يا جماعة الفيديو بجد في فيديو هيجيلكوا قريب لتنظيف البوتاجاز وتلميعه، بس بطريقة بقى يا جماعة المرة دي وهم، بصراحة طريقة وهم بصراحة هتعجبكم. انتظروا الفيديوهات اللي جاية ليا في طريقة مش مكلفة خالص. هترشوا على البوتاجاز هتلاقوه جميل جميل بجد. في العصاج مفيش اي لون للصلصة خالص. الجماعة الناس اللي بتقول ما بيتحطش صلصة، هي بس بتدي طعم ومزة كده جميلة في العصاج. بصوا مفرفر معايا ازاي، البصل على قد اللحمة، وحشوة يا جماعة ما شاء الله كويسة معقولة. هنا بقى ايه اهم حاجة التقليب بدأ ايه معايا، انا حاسة اللي هو هيتقل.
خلي بقى كده عندنا صبر، واحده واحده ونقلب كده. من منظر المكرونه كده المكرونه طابت معايا، يا دوبك هنطلع بقى كده منها، خلاص طابت. انا من منظرها كده ومن طريقتها اللي هي فيها دي الطراوه دي هننزل عليها بميه ساقعه على طول. ادي المكرونه يا جماعه، بصوا طريه ازاي، بصوا مفرفره من بعضيها. بنحاول بقى اللي انا ننزل عليها بالميه السخنه علشان نوقف السخونيه بتاعتها ما تنهراش وتبقى مفرفره كده، ولو في حاجه كده نفكها من بعضيها. بصوا البشاميل حاول بقى انا لقيته بقى تقل معايا كده، رحت طافيه النار وقلت واحده واحده نخفف كده علشان يبقى ملمسه كريمي. طب علشان يكون ملمسه كريمي هنعمل هنحط له معلقه صغيره من السمنه اهي في المرحله دي كده وهو سخن. السمنه هتدوب معايا. هنقفل الميه، نقفل بقى كده الميه اللي على المكرونه. نرجع نشوف البشاميل، بصوا لمع معايا وملمس كريمي يا جماعه. ولو عايزين تضيفوا شويه فلفل كمان. بصراحه ريحته اللبن جميله خالص مع الدقيق. بصوا لو في اي تكتلات كده بنحاول ان احنا نفكها، لانه عايزينه كريمي خالص ناعم كده زي اللي احنا بنعمل بيه الحاجات الحلوه، الطبقات اللي هي بتاعت التشيز كيك والحاجات دهيت بنعمل ساعات بالدقيق. واحده واحده هنحضر بقى صينيه كده مربعه معايا بتاعت البشاميل، ندهنها كده بسمنه ونحضر نخلص بقى صينيه القمر دي معاكم. بقى المكرونه هي زي ما انتم شايفين، وحضرت صينيه كده هندهنها، وحضرت دي كده عشان اقلب فيها شويه من البشاميل مع المكرونه عشان كلها تبقى متماسكه وتطلع الخرطه بخرطتها. هننزل بقى كده بالمكرونه البشاميل في بلاستيكه كده حلوه مش كلها. هننزل عليها بقى بشويه كده من البشاميل بتاعنا، هنسيب حبه للي على الوش. هنقلب بقى كل ديت المكرونه دي كلها مع بعضيها كده احسن واوفر، وبتخليها تمسك تبقى متماسكه خرطه واحده مع بعضيها كده، خرط كلها كده ما بتتفصلش عن بعضيها لما نقطعها بالسكينه. وطبعا يا جماعه المكرونه ليها تريكات كده محدش يعني عشان تطلع متماسكه مع بعضيها، مش تطلع من الفرن مثلا نيجي احنا مقطعينها، لا بنستنى عليها لما تبرد علشان تمسك اكتر، لان بيبقى فيها نشويات. هننزل بقى كده بعد ما دهنت الصينيه دي سمنه، هننزل بقى بنص المكرونه في الصينيه بالطريقه دي. بنحاول ان انا بس بنوزعها كده بتساوي، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. في المرحله دي ممكن يا جماعه لو في ناس مثلا ما عندهمش مثلا لحمه مفرومه ممكن يعملوا بكبد وقوانص، ممكن تعملوها اللهم صل على سيدنا محمد. انا بنعملها كده اما كانت الفراخ بقى رخيصه وكده بفراخ ماشي، اي قطع فراخ كده بنعصقها كده بقى مع البصله، تبقى برضو مكرونه بشاميل بالفراخ. احنا اهم حاجه بس اللي احنا بنعمل الحاجات اللي ولادنا بيكونوا عايزينها. بنوزع اهم حاجه النص كده، بنحط في النص، هي كده كده اصلا بتتساوى. زرقه كده حلوه من اللحمه المفرومه. هسيب شويه كده اهو فاضلين لي هنا عايزه سندوتش برضو. حاضر يا هنا. هننزل بقى بالطبقه الاخيره دي كده. بصوا البشاميل اللي فيها كده حلو كده بسيط كده وخفيف كده في النص، مش بننزل بيه كله
علشان اهم حاجة الطبقة اللي على الوش دي الطبقة الماسكة. عندكم بقى جبنة بتحطوا على الوش، اي حاجة موجودة عندكم بتحطوا، ما شاء الله. حاضر يا هنا، ثواني يا هنا، هنخلص بس يا هنا كده زي ما انت شايفة. بصوا اهم حاجة يا جماعة الطبقة اللي على الوش. انت بتعملي بقى ايه يا ماما النهارده؟ بنعمل مكرونة ايه يا هنا؟ مكرونة ايه؟ اسمها ايه؟ مكرونة بشاميل. بس تكون طعمها جميل. واهم حاجة ان هي تتغطى كويس. ماما كانت بتعملها جميلة بصراحة، يعني النهارده بقى هتعملها جميلة تحفة تحفة تحفة. بس المرة اللي فاتت كانت طعمها برضو تحفة. تحفة. احنا بنعمل لا احنا بنعمل حاجات الحمد لله كويسة وحلوة. ودلوقتي بقى كده هنكمل معاكم واحدة واحدة البشاميل. انا قلت بقى ايه الباقي ده نتقله شوية، حطيته كده على النار وحطيت شوية لبن تاني ومعلقة دقيق، معلقة بقى معلقتين على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. وقلت نتقل جزء كده علشان يبقى كل واحد، مش عايزة اي فراغات باينة. بصوا بقى في المرحلة ديت بنجيب اي جبنة يا جماعة، اي جبنة انتوا عندكم عايزين ايه تحطوها على الوش. لو مفيش موتزاريلا اي جبنة بصراحة بتدي مطة وبتدي طعم برضو وبتدي، يعني احنا مش بنحتاجها في البيتزا اكتر. عندي كده علبة صغننة كده قلت ايه نحطها كده برضو هتدي طعم. اي ماكس جبنة عندكم، اي ماكس جبنة، اي نوع جبنة. يعني شوفوا انا عندي جبنة قريش برضو، الجبنة القريش دي زي الموتزاريلا بالظبط، بتدي مطة وبتدي طعم. بنحط بقى معاها كده من على الوش حتة سمنة حلوة وخلصت معايا. هو المفروض يعني نحط موتزاريلا او جبنة رومي او جبنة شيدر. بصوا هنحطها بقى في الفرن، معلقة بقى سمنة، حطيت سمنة وهنحط كده ايه نطرة صغيرة من الزيت نلمع وشها، ولا بيض بقى ولا الكلام ده. وهندخل الفرن على النار. معايا ورق لورا، معايا طماطم، معايا بصل نزلت بيهم على طول، كنت عايزه نوريه لكم من طبعا انتوا شايفين في الميه اهوت. ومعايا فلفل حصى، وهننزل بقى بالفراخ وبعد كده هنشويها ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده جنيحه فراخ، وبعد كده هنعمل لها خلطه كده وندخلها الفرن ونكون مسقسقين شوربه زي كل مره. بنختصر عليكم عشان انا عملتها معاكم كذا مره. وبعد كده ايه هنطلع بيه هنعمل بقى الشوربه مع الفراخ مع المكرونه البشاميل في التقديم. انتوا شايفين كده دي بقى النهايات السعيده يا جماعه. وهنا بقى المكرونه البشاميل زي ما انتوا شايفين كده. هنقطعها معاكم، هنطلع خرطه كده متماسكه مع بعضيها زي ما انتوا شايفين كده، خرطه على بعضيها كده يا جماعه. هي كمان سخنه. بصوا طالعه معايا، بصوا بقى طالعه معايا جميله ازاي. وبالطريقه ديت هتبقى متماسكه كده والخرطه بخرطتها رغم اللي هي سخنه. احلى مكرونه بشاميل ممكن تاكلوها بصراحه. وما زودتش حاجات كتير. وهنا بقى الفراخ بتاعتنا اللي احنا هناكلها وهنحط شوربه. ما تنسونيش بقى في الاشتراك واللايك والشير. ويا رب نكون عند حسن ظنكم. طبعا حبايب قلبي بصوا ما شاء الله جميلة وطعمها رهيب بصراحة. والله يا جماعة الطعم رهيب. والجبنة اللي فوق دهيت محليها اكتر واكتر، عطيها طعم رهيب رغم ان انا مش حاطة جبن من اللي هي.
وبصوا الصينيه الخلطه طالعه ونضيفه مش لازقه من تحت ومتحمره من فوق. شكرا لكل اللي بتعملوه معايا من اشتراكات وتعليقات، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.